ملخص الكام يوم اللي فاتوا في رمضان. أول حاجة فهد البطل. فهد قدر بذكائه إنه يدخل وسط الناس اللي ظلموه زمان وقتلوا أبوه وواحدة واحدة بيتدحلب لهم. أما أخته راوية فبسم الله ما شاء الله بتكذب عليه وبتشتغل في كباريه، بس قايله له إنها بتشتغل في مطعم. فهد بقى حب كناريا وعايز يتجوزها، بس كناريا في البرومو شفناها بتبلغ عنه البوليس. تفتكروا إيه اللي هيحصل يا جماعة؟ سكة ودوري، أنا متعلقة بيكي وشغلاني وبقيتي حاجة كبيرة أوي في حياتي. يعني مثلا امبارح لما كنا خارجين من القسم وأنا بوصلك كنتش عاوز أسيبك. ومكمل معانا مسلسل كامل العدد. الأحضان اتبدلت والعيال عايزين يروحوا لأبوهم يسبك ونسيوا كل اللي ليلى عملته علشانهم طول حياتها، ومصايب هنا ومشاكل هنا. الله يكون في عونك يا ليلى والله، ده حتى ولاد أحمد ما سلموش من المصايب. فريدة بسم الله ما شاء الله سابت سيف المحترم وراحت تحب واحد سيكي ميكي كده وهيديلها على دماغها إن شاء الله. حتى أحمد كان متضايق من ليلى إنها لسه محتفظة بصورها مع يسبك. هوب بقى تحصل حاجة من أعبث الحاجات اللي في المسلسل. يسبك إكس ليلى اتجوز أخت أحمد والعيال وحماتها ام جوزها عاملين لهم زف. صدقوا اللي قالوا عين الحسن فيها عودي يا حلاوه، عريس قمر وعروس. اما في مسلسل وتقابل حبيب فياسمين عبد العزيز غالبا هتقابل الحبيب والعوض. فبعد ما اكتشفت خيانه جوزها يوسف واتطلقت منه، وشفنا فارس اللي هو كريم فهمي بيدافع عنها قصاد اهله، شفنا بقى حته مشهد جميل في المدرسه بتاعه ابن فارس رايح يحضر حفله مع ابنه، وهنا بتنادي المديره يا ريت كل الامهات يجهزوا علشان يتصوروا مع اولادهم. ففارس بيتاثر وبيزعل علشان مامه ابنه اللي لسه متوفيه. بيبص بقى يلاقي ليل اللي هي ياسمين عبد العزيز واللي في نفس الوقت طليقه اخوه جايه تقعد جنبه علشان تكون مع ابنه اللي بتعتبره زي ابنها في يوم زي ده. الله اكبر، هو ده الحبيب اللي هتقابليه يا ليل مش كده؟ بس انا عندي سؤال، هو كده حلال ولا حرام يا جماعه؟ اصل ده اخو جوزها او اخو طليقها، يعني مش موضوعنا. حاسه ان في حاجه حرام في الموضوع. لا بجد قولوا لي في الكومنتس هو ده حلال ولا حرام لو اتجوزوا. حد غيري بقى حاسس ان مسلسل جودر 2 اتظلم رمضان ده؟ لا يعني وسط باقي اعمال رمضان ده حاسه اتظلم يعني. مش شايفه حد بيتكلم عنه او حاسه ان في حد بيتابعه اصلا، مع ان المسلسل لا غبار عليه. وسط كل اللي بيحصل ده مكمل معانا برنامج مدفع رمضان اللي تفوق على رامز جلال السنه دي. ومن اهم اجزاء البرنامج جزء المكالمات العشوائيه، زي الست اللي قفلت في وشه وبعد كده طلع ابنها على السوشيال ميديا يقول انها ما كانتش تعرف انه محمد رمضان وكانت فاكراه واحد بيعاكس، وده كله علشان رمضان قال لها ايوه يا حبيبتي. الست قالت حبيبتي لا بقى ما بدهاش وقامت قفلت في وشه. والست اللي ما عرفتش اصلا هو مين ده، هي فتحت التليفون وقالت الو. قال لها ازيك يا ست الكل، ازاي حضرتك؟ قالت له الحمد لله. مين يا ابني؟ قال لها اخبارك ايه يا حبيبتي؟ فالست اتخضت كده وقالت له هو انت ابو بسمله؟ قال لها لا انا مش ابو بسمله، انا محمد رمضان. فقالت له مين محمد رمضان؟ اصلا يا حاجه انت مش عارفه مين محمد رمضان؟ يا ست الكل ازي حضرتك؟ الحمد لله. مين؟ اخبارك ايه يا حبيبتي؟ ابو بسمله؟ لا مش ابو بصاله، انا محمد رمضان. مين محمد رمضان؟ لا بس بصراحه مدفع رمضان السنه دي عاجبني جدا جدا، وزي ما قلت لكم في وجهه نظري هو تفوق على رامز جلال. نروح بقى لمسلسل ولاد الشمس. بابا ماجد بعد ما تاجر في المخدرات واكل مال اليتيم حرفيا، لا وقتل قطايف كمان، مستغرب هو بيحط راسه على المخده وما بيعرفش ينام ليه. يا بابا ماجد اتقي الله. بس الحمد لله كان شر وخلصنا منه، ومن النهارده مفيش بابا ماجد تاني. ونروح لمسلسل سيد الناس، واحنا ما صدقنا ان جرحي ومجدي يتصافوا لبعض ويا دوب يفتكروا انهم اخوات. عيالهم بقى اللي منهم لله قرروا يعيدوا امجاد الماضي، واقفين يتخانقوا بقى ويشرشحوا لبعض ويقول له انت مش راجل، لا انا راجل، لا انت مش راجل زي ابوك. يا لهوي استهدوا بالله يا جماعه، احنا ما صدقنا الامور قدرت تمشي تاني. اما في مسلسل حكيم باشا فغزل بسم الله ما شاء الله بقى لها يوم بليله بس في القصر، وخلت حيطان القصر تخبط في بعض. شكلها كده طيبه قلبها مشندله حالها هي كمان. ايه يا غزل يا حبيبتي الشر ده؟ وبعدين بقى انا في حاجه غيظاني في المسلسل ده، الناس كلها بتسيب لعيالها ورث شقه او عماره الا حكيم باشا سايب لابنه مقبره توت عنخ امون. ايش بقى عادت لتنتقم من مختار، عماله تكتكله هو وعيلته كلها، وشكلها كده مش هتجيبها البر. برافو عليك يا ايش والله. ايوه كده اديلهم ما ترحميهمش. ولو انت ما تعرفش فمختار اتجوز ايش كده، يعني جاب قريبه يعمل مأذون وان هو بيتجوز ايش وهو ولا مأذون ولا حاجه اصلا. قال واحنا اللي كنا فاكرين مختار هيبقى قصه الحب الكبيره في حياتها، اهي عماله تدحلب للمعلم رجب وهتوريهم كلهم الوش التاني. ده انت من ساعه دخلتك عليا لحد دلوقتي وانت شغلاني. طب قولوا ربنا. وربنا. ويستمر مسلسل أشغال شقة في إضحاكنا كلنا وبأقل مجهود، وحقيقي شابوه لصناع هذا المسلسل وهذه التحفة الفنية. ونروح لمسلسل قلبي ومفتاحه، وابتدت قصة الحب الكبيرة تكبر بين ميار وعزت.
بس بصراحه كده يا جماعه انا خايفه من حاجه، عندي قلق وخوف غير طبيعي من طليقها الاستاذ دياب. انتوا متخيلين هيعمل فيهم ايه؟ ده هيعمل منهم بطاطس محمره. بس مش عارفه انا لوحدي اللي عندي احساس كده ولا انتوا كمان حاسين الاحساس ده معايا؟ تحس رمضان ده ما فيهوش احداث كتير ولا ترندات، مش زي رمضانات قبل كده، غريب كده في نفسه وساكت على عكس كل السنين اللي فاتت. ولا انتوا ايه رايكم؟ انا بصراحه عندي امل في مسلسلات النص التاني من رمضان انهم يكونوا اقوى او حتى يبقى في ترندات اكتر. لسه عندنا مسلسل دنيا سمير غانم اللي اسمه عايشه الدور، ومسلسل الغاوي لاحمد مكي، ده كله بقى غير مسلسل الاستاذه غادة عبد الرازق مشوار امراه واللي بتعمل فيه دور واحده كبيره بتحب شاب صغير، ده هيبقى ترند الترندات ده.